قرار جديد وعاجل بخصوص إلغاء عيد الأضحى بالمغرب لهذه السنة. خبر اليوم فيه اللي كيفرح وفيه اللي غيحزنكم. يعني الخبر ديال اليوم غادي يفرحكم من واحد الناحية وغادي يقلقكم من واحد الناحية. قبل ما نبداو في التفاصيل ديال هذا الخبر الجديد والذي وردنا قبل قليل من الآن، وكيف ما عودتكم دائما ما فيها باس نعاود نذكركم باش إلا مازال ما اشتركتوش في القناة تشتركوا الآن باش تتوصلوا بجديد أخبارنا المغربية. سنوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. فقط فعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بإشعار أخبارنا المغربية، وشكرا جزيلا لكم. أما عن تفاصيل هذا الخبر الجديد والمتعلق بقرار جديد من الحكومة المغربية، وقرار رسمي تم تطبيقه اليوم قبل غدا. وفي التفاصيل، قررت أو أعلنت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش عن قرارها الرسمي بتعليق فرض الرسوم الجمركية، وخاصة ضريبة القيمة المضافة عند استيراد الأبقار بما في ذلك الأغنام، بهدف التخفيف من تأثير التضخم على أسعار الحيوانات الماشية واللحوم. وفي سياق متصل، أعلن رشيد بن علي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن عدد أضاحي العيد المتاحة لحد هذه الساعة يقدر بحوالي 4 ملايين رأس، في حين يقدر الطلب خلال هذه المناسبة الدينية اللي هي عيد الأضحى بالمغرب بنحو 5 ملايين رأس، مما يعني وجود خصاص بمقدار أكثر من 1,000,000 رأس. وفقا لما صرح به بن علي، فإن الهدف من هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل رسمي اليوم بشأن رفع الرسوم الجمركية هو تحقيق استيراد 1,000,000 رأس من الأغنام بهدف تلبية الطلب وتفادي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما أشار إلى أن الاستيراد قد بلغ حتى الآن حوالي 10,000 رأس. الخبر اللي ما غاديش يعجبكم هو هذا دابا اللي جاي، حيث يتوقع بن علي أن تشهد أسعار الأضاحي هذه السنة ارتفاعا خلال العيد الكبير نتيجة زيادات في تكاليف الأعلاف والنقل، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة غادي تتراوح بين 5 حتى 10%. وفي سياق متصل، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، التقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة بمهني قطاع اللحوم الحمراء لمناقشة الوضع الحالي للقطاع والبحث عن حلول لازمة لإعادة توازن للسلسلة الإنتاجية وتوفير كميات كافية من الماشية خلال العيد الكبير لما بقى له والو. وفي إطار الاجتماع حث عزيز أخنوش المهنيين على ضرورة زيادة وتيرة استيراد الأبقار والأغنام المخصصة للذبح، خاصة بعد رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مشددا على ضرورة الإسراع في هذه العملية. أوضح أيضا بن علي أن الأخبار التي انتشرت حول إلغاء عيد الأضحى هذا العام غير صحيحة، وأن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع مهني القطاع التحضير لهذه الشعيرة، حيث تمت مناقشة جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإحياء هذا العيد الديني الهام. وأوضح المتحدث ذاته أن هذه المناسبة كتمثل فرصة لسكان العالم الريفي الذين يتوقفون على العيد لإنقاذ موسمهم، وخاصة بعد تعرضهم ل4 سنوات متتالية من الجفاف. فإلغاء عيد الأضحى بالمغرب هو قرار غير يعني ماشي في الصائب وماشي في المكان ديالو. أكبر متضرر من هذا الأمر هذا إلا تلغى العيد هو سكان العالم الريفي اللي غادي يتضرروا بزاف. تقريبا الحياة ديالهم كتوقف على هذا الأمر، على هذا الموسم بالضبط اللي هو هذه المناسبة الدينية اللي هي عيد الأضحى. لذلك هذا القرار ما منه حتى شي حاجة، واللي عنده الحق أنه يخرج بهذا القرار ويصرح به هو جلالة الملك محمد السادس فقط. حتى واحد، لا عزيز أخنوش لا الوزراء لا أي جهة أخرى ما عندهاش الحق تقرر في بحال هذه الأمور الكبيرة ديال إلغاء عيد الأضحى بالمغرب. كنتمنى نكون وصلت لكم الخبر الجديد وتكونوا عرفتوا ومن مصادر جد موثوقة أنه قرار إلغاء عيد الأضحى بالمغرب ما منه والو، بمعنى أننا هذه السنة غادي نعيدوا بإذن الله وباش ما قسم الله. شكرا على حسن المتابعة. كنتم معكم أنا على صفحتكم بالفيسبوك أخبار ماروك عاجلة. سنوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. فقط فعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بإشعار أخبارنا المغربية
دائما معكم أنا على صفحتكم بالفيسبوك أخبار ماروك عاجلة. شكرا على حسن المتابعة، نتلقى بإذن الله في فيديو جديد مع أخبار جديدة. نلقاكم بأتم الصحة والعافية وطول العمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.